اغلب الناس دلوقتي مهتمة تتجسس على بعضها. واتسويب بيساعد الناس انها تتجسس على بعضها. واتسويب انا بقى بشرح فيه ازاي اي ام او اب يقدر يطمن على ابنه من خلال واتسويب. كل اللي عليك انك تحمل تطبيق واتسويب، او حتى لو مش معاك تحمل تطبيق واتسويب ممكن تخش على جوجل وتكتب واتسويب هيجيب لك لينك واتسويب. واتسويب بيخليك تصور البرومو كود بتاع الواتس بتاع ابنك، فتقدر تبقى فاتح طول الوقت وهو فاتح، تشوف رسايله طول الوقت، وتقدر تبعت رسائل من تليفون ابنك نفسه لأي حد من زمايله عن طريق واتسويب. واتسويب كمان هيساعدك ان انت تطمن عليه وتعرف الرسائل اللي بتجيله اول باول، بيسهر قد ايه، بيقعد قد ايه، بيخاطب مين، بيكلم مين. كل الحاجات دي تقدر تعرفها عن طريق واتسويب. واتسويب محمله اكتر من 5 مليون مستخدم. كل اللي عليك ان انت هتصور البرومو كود. لو ما كنتش اب ولا ام الابن هيكشف اللي حصل، وهيكشف ان في حد بيتجسس عليه، وهيكشف ويعرف رقم الموبايل او اسم الموبايل او المكان اللي بيتجسس منه الموبايل، وبسهولة جدا هيحذفه. لكن لو الاب او الام عندهم الوقت الكافي جدا ان هم يخشوا على الاعدادات ويلغوا الخاصية اللي هتكشفهم لابنهم. لو ما كنتش تعرف التطبيق قبل كده وعرفته من خلالي، استخدمه في الخير عشان اولادنا اغلى حاجة في حياتنا. ما تستخدموش انك تضر واحدة صاحبتك، انك تضر واحد صاحبك، انك تضر اي حد. حرام، التجسس حرام. الاب والام بيطمنوا على اولادهم مش اكتر ولا اقل، لكن انت بتتجسس وبتتلصص وبتاخد حاجات ما تستحقهاش. لا الاب ولا الام هياخدوا صور بتاع ابنهم ويحتفظوا بيها ويعايروا بيها، ولا هيفضحوه، ولا هينشروها، ولا هيقولوا للناس. الأب والأم هيستروا على ابنهم ويقاوموه في الوقت المناسب. لو ما كنتش تعرف كده، اتقي الله في نفسك. شير ولايك وسبسكرايب، واستنوني تاني في تطبيق جديد في قناتكم بلاي جوجل.